عمرك حسيت انك تعبان بس مش عارف ليه؟ نايم كويس بس صاحي منهك، مشغول طول الوقت بس حاسس انك مش بتعمل حاجة، عايز تركز بس دماغك مش معاك. الموضوع مش كسل ومش مجرد تعب عادي، اللي انت فيه له اسم وله حل. خليني اقول لك الحكاية من الاول. اهلا بيكم. في البداية لازم نفرق ما بين الاحتراق النفسي والكسل. الكسل ده شعور مؤقت، رغبة في الراحة، وده طبيعي، كلنا بنكسل. لكن الاحتراق النفسي دي حالة مستمرة بتستنزفك حتى لما تحاول ترتاح. الكسلان بيختار ما يعملش حاجة، لكن اللي عنده احتراق نفسي هو عاوز يعمل شيء بس مش قادر. الكسل بيروح مع الراحة، لكن الاحتراق النفسي حتى الراحة مش بتساعدك. طب ازاي بتوصل للمرحلة دي؟ الموضوع ما بيحصلش فجأة. تخيل انك بدأت شغل جديد او هدف جديد، متحمس، عندك طاقة، حاسس انك هتغير الدنيا دي كلها، وكل تحدي حاسس انه سهل هتعديه. بعد فترة الضغط بيزيد، بس انت بتقول لنفسك عادي، انا قدها. بتفضل تشتغل، تبذل مجهود، بتتجاهل التعب، وكل مرة بتحس بالإرهاق بتقول هعدي منها. لكن يوم ورا يوم التعب ما بقاش يروح. حتى وانت بتشتغل حاسس ان مفيش طاقة، بس بتكمل لانك متعود تكمل. بعدها تبدأ تحس انك منفصل عن كل حاجة. الحاجات اللي كنت بتحبها ما بقتش تفرق، بتعمل كل حاجة بالعافية، الايام كلها شبه بعض، لحد ما في الاخر توصل لمرحلة الانطفاء التام. حتى ابسط المهام بقت مرهقة ومفيش طاقة لأي حاجة، حتى الراحة مش بتريحك. لو حاسس انك قربت من المرحلة ديت لازم يكون لك وقفة قبل ما تحترق تماما. طب امتى تعرف انك وصلت للحدود دي؟ في شعور غريب، مش حزن مش تعب، لكنه اقرب لحالة اللاشيء. كل حاجة شغالة حواليك وانت واقف في النص بتتفرج كأنك مش جزء منها. في الاول كنت بتحاول، كنت بتضغط على نفسك وتكمل. بعد شوية بقى مجرد انك تصحى من السرير انجاز. اليوم بيعدي بنفس الإيقاع الثابت والمتكرر، مفيش فرق بين النهاردة وامبارح. وكل حاجة كانت بتفرحك بقت باهتة، حاجات صغيرة بقت تضايقك، كلامك مع الناس بقى حمل تقيل، ومجرد فكرة انك تشرح اللي حاسه بقت مجهدة أكتر من المشكلة نفسها. الأكل يا كتير يا قليل، النوم يا ساعات طويلة يا أرق ملوش آخر. المراية بقت مجرد انعكاس لشخص بالكاد انت تعرفه. وبدأت العزلة تبقى الخيار الأمثل، مش لأنك مرتاح لوحدك، لكن لأن التفاعل مع الناس بقى مجهود، والابتسامة اللي كنت بتوزعها ببساطة بقت تقيلة. لما توصل للمرحلة ديت انت مش مرهق، انت بتطفي، بتحترق ببطء من غير ما تحس. طب ايه هي الحلول اللي هترجعك لنفسك عشان تقدر تواجه الاحتراق النفسي؟ المشكلة مش فيك انت، المشكلة انك مش قادر، انك مستنزف. الحل مش في انك تكمل بالعافية. اول حاجة لازم تسمح لنفسك انك تفصل. المخ محتاج وقت يرتاح عشان يشتغل بكفاءة. مش معنى انك فاضي انك بتضيع وقتك. الفصل الحقيقي عن الضغوط مش رفاهية، ده شيء ضروري. وتاني حاجة، رجع نفسك لنفسك. ارجع لأي نشاط كان بيحسسك انك عايش، حتى لو كان بسيط زي الكتابة، الرسم، ممارسة الرياضة. مش لازم تكون مثالي فيه، المهم انه يوصلك بنفسك من تاني. تالت حاجة، اطلب المساعدة بذكاء. العقل احيانا بيحبس نفسه في دوامة مش عارف يخرج منها لوحده. اوقات الحل مش في التفكير اكتر، لكن في انك تاخد منظور جديد من حد فاهم اكتر منك. ولازم تعرف ان عقلك اهم استثمار عندك، ولو معرفتش تحافظ عليه اي حاجة تانية هتفقد قيمتها. وفي النهاية الدنيا مش هتبطل ضغط، والمسؤوليات مش هتختفي، لكن الفرق الحقيقي هو انك تتعامل ازاي. اسمع نفسك قبل ما تفقدها. شاركونا التعليق.